أهلا بيكم. أنا آلاء لايف كوتش، والنهاردة هكلمكم عن التخطيط. التخطيط هو إن احنا بنحط خريطة علشان نوصل لهدف معين. هو وسيلة بنستخدمه علشان نقدر إن احنا ننجح، لكن هو مش شرط للنجاح. مش معنى إن احنا خططنا إن خطتنا دي هتمشي صح وإن احنا فعلا هننجح. يعني لو الواقع كان ليه رأي تاني مختلف عن الخطة اللي احنا رسمناها لنفسنا، لازم نكون واثقين 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 في إن خطة ربنا هي أكيد الأحسن. فلازم نكون واثقين ان خطة ربنا هي اكيد الاحسن. ومن الحاجات اللي هنشتغل عليها مع بعض ان احنا هنبني مرونة علشان نقدر ان احنا نغير خطتنا علشان تتماشى مع الخطة اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبها لنا، ونغير طريقنا بسلاسة من غير ما نكون تعبانين او مضغوطين. بس قبل ما نخطط في اسئلة مهمة قوي لازم نسألها لنفسنا. اول سؤال: انا مين؟ ايه نقاط ضعفي ونقاط قوتي؟ ايه الحاجات اللي هتساعدني والحاجات اللي هتكون واقفة ضدي؟ يا ترى انا عايزة اوصل لايه، واللي انا عايزة اوصله ده بيتوافق فعلا مع قيمي ومبادئي ولا لا؟ كتير 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 من الناس اللي بتخطط مش بتنجح في خططها دي. ليه؟ علشان الخطط دي مش خططهم هما، دي خطط او نهج شخص لامع، شخص ناجح مشي عليها، فبيحاول ان هو يقلده ويمشي على خطاه. البنات هيفهموني في النقطة دي كويس. عارفة لما تروحي علشان تشتري فستان او تشتري حاجة وانتي بتبصي على نفسك في المراية، ما بتبصيش هو فعلا مناسب ليكي ولا لأ، بس بتتخيلي شخص تاني بيلبس حلو قوي قوي، وبتتخيليه وهو لابس الفستان ده هيكون شكله فعلا عليه حلو. يعني لو انتي بصيتيله وهو لابس الفستان ده، الفستان ده هيعجبك عليه ولا لأ؟ مع ان مش مهم خالص يكون عاجبك عليه، المهم ان يكون عاجبك عليكي انتي، يكون مناسب معاكي انتي. النجاح ملوش كتالوج، كل واحد لازم يعمل الخطة اللي تناسبه، اللي تتماشى معاه، مع حياته، مع طبيعته، مع شخصيته، مع روتين حياته ونظام حياته والبلد اللي هو عايش فيها. كلنا مختلفين، مفيش خطة تمشي مع كل الناس، متخليش حد يضحك عليكي. انتي لازم تبني خطتك بنفسك باللي يناسبك، فكل واحد لازم يعمل الخطة اللي تناسبه هو. هقولكم مثال علشان تفهموا أكتر. مثلا أنا مين؟ أنا وليد. من نقاط قوتي إن أنا بعرف أسمع كويس وعندي حب للتعلم ولمساعدة الناس، لكن من نقاط ضعفي إن أنا مش شاطر في الأعمال الحركية. طيب عايز أوصل لإيه؟ عايز أفتح مكان يساعد الناس إن هم يتخلصوا من مشاكلهم النفسية ويقدروا يحققوا أحلامهم، ويكون ملجأ للأشخاص اللي الحياة أنهكتهم. طيب إزاي أوصل له؟ محتاجة أتعلم عن الصحة النفسية وآخد شهادات، ومحتاجة أتعلم فن الاتصال وفن الخطابة. وعلشان كده هحجز كورس من الوقت كذا للوقت كذا في اليوم كذا. هدور على أماكن للإيجار، وكل يوم هقرأ عن مجالي وأتعلم فيه حاجة جديدة. هلعب رياضة وأحسن أكلي علشان عقلي يكون بيشتغل أحسن. وده كان المثال مع وليد. أحسن طريقة علشان نجدول بيها الحاجات اللي احنا عايزين نعملها علشان نخليها خطة في أرض الواقع نقدر إن احنا نمشي عليها، هي الخطة قصيرة المدى أو الجدول قصير المدى. بنحط خطة سنوية أو فكرة سنوية علشان بس نعرف البوصلة اللي احنا نمشي عليها، علشان نعرف احنا محتاجين نروح فين. وبنبدأ بنقسمها لربع سنوية، يعني كل 3 شهور بيكون في حاجات محتاجين إن احنا نخلصها. بس بنبدأ بأول 3 شهور من غير ما نحضر ال3 شهور اللي بعدهم أو اللي بعدهم أو اللي بعدهم، علشان هنحضر لهم على حسب نتيجتنا في أول 3 شهور. وبنقسم خطة ال3 شهور لخطة شهر واحد، وخطة الشهر بنقسمه لخطة أسبوعية بمهام أسبوعية لازم إن احنا نخلصها وبنمشي عليها. ودي أحسن طريقة أنا وصلت لها للتخطيط، ان شاء الله تنفع معاكم كلكم. وانا عملت لكم ديجيتال برودكت هيساعدكم ان انتوا تفهموا نفسكم اكتر وتتعرفوا على نفسكم اكتر. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، ولو احتجتوا اي مساعده زياده انا معاكم، تقدروا تحجزوا جلسه كوتشنج من خلال السمرة. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. باي.